السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المستجدات الوداد الرياضي. في حلقة اليوم جيناكم بآخر الأخبار الساخنة. ودية كبيرة مرتقبة أمام واحد من كبار الدوري السعودي، تحركات مهمة في الميركاتو الشتوي بطلب من المدرب بن هاشم، ثم تفاصيل خاصة حول رحلة الوداد لزنجبار لمواجهة عزام في دوري الكونفدرالية. خليكم معايا لأن المعطيات اللي غادي نشاركها اليوم مهمة بزاف، كتكشف الصورة الكاملة للمرحلة اللي داخلها الوداد. اولا الوديه المرتقبه بين الوداد واحد كبار الدوري السعودي. بدا كيتاكد ان الوداد الرياضي غادي يدخل في برنامج تحضيري مهم بزاف في فتره التوقف اللي جاي المرتبط بكاس العرب وكاس افريقيا. الهدف من هذا البرنامج هو يبقى الفريق في الفورمه ويكون واجد. تقارير الصحفيه السعوديه اكدت ان نادي الاهلي السعودي كيهضر دابا مع الوداد باش ينظموا مباراه وديه في الايام الجايه بالسعوديه. هذه الفكره جات بعد ما اعتذر مانشستر يونايتد على اللاعب الوديه اللي كانت مبرمجه من قبل، وبذلك تم الاقتراح الوداد كبديل مباشر. ومن جهة الوداد فالأمر مرحب به، لأن الأهلي فريق كبير في دوري الروشن والاحتكاك معه غادي يكون مفيد تقنيا وبدنيا للاعبين. المباراة بحجم الأهلي غادي تعطي للوداد اختبار قوي قبل العودة للمنافسات الرسمية. ثانيا بن هاشم يحدد لأيتمنى الصفقة الضرورية في الميركاتو الشتوي. مدرب الوداد محمد أمين بن هاشم دار تقييم شامل للفريق وقدم للرئيس هشام أيتمنى طلب واضح خاص الفريق يعزز الدفاع في الميركاتو الشتوي. المعطيات اللي وصلت للموقع سيت انفو كتقول ان أيتمنى غادي يركز بالفعل على جلب مدافع صلب للخط الخلفي، وهذا بطلب مباشر من بن هاشم اللي باغي يصلح بعض الهفوات اللي بانت في الدفاع في الفترة الأخيرة. إضافة لهذا بن هاشم كيأكد على ضرورية التعاقد مع ظاهر أيسر قوي باش تكون منافسة لأيوب بوشتا وحتى يكون بديل جاهز في حالة الغياب. الوداد ما بغاش تكتفي بالصفقات اللي دارها مؤخرا، الفريق ناوي يكمل تدعيم التركيبة البشرية ديالو باش ينافس على جميع الألقاب هذا الموسم ويصعد للمنصات. ثالثا التغييرات في برنامج السفر الوداد لزنجبار. اليوم الثلاثاء البعثة الوداد شدت الطيارة في طريقها نحو زنجبار باش تواجه عزام التنزاني نهار الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعة الكونفدرالية الإفريقية. البداية كانت مبرمجة أن الوداد يدوز من الدوحة، ولكن وقع تعديل في الأخير وتم الحجز عبر رحلة كتدوز من الإمارات. الفريق سافر من الدار البيضاء لدبي في 7 ساعات وغادي يبقى في مطار دبي 7 ساعات أخرى قبل ما يكمل الرحلة لدار السلام ب5 ساعات إضافية. غدا الأربعاء الوداد غادي يدير حصة تدريبية الأولى، وبعد غدا الحصة الأخيرة في الملعب أمنان بزنجبار اللي غادي يحتضن المباراة. الملعب هذه عامين كان شاهد على تتويج نهضة بركان بكأس الكونفدرالية على حساب سيمبا، وهذا الشيء كيعطي مباراة خاصة. خلاصة القول الوداد مقبل على أيام مهمة، ودية كبيرة في السعودية، تعزيزات مرتقبة في الميركاتو، ورحلة طويلة لزنجبار باش يدافع على حظوظه القارية. الأجواء جدية، البرنامج واضح، والفريق دخل المرحلة المفصلية من الموسم. نتلاقاو في الحلقة الجاية بمستجدات جديدة. ما تنساوش تبارطاجيو وتشاركوا وتخليو تعليق. شكرا على المتابعة.